بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المهديين. مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة من برنامجكم مفاهيم مهدوية، وهي النيابة العامة بجزءها الثاني. باسمكم أرحب بضيف البرنامج الدكتور نجرس المالكي. مرحبا بكم. حياكم الله أستاذ. حياكم الله دكتور. يعني كالمعتاد نذهب لنستمع إلى آراء المشايخ وطلبة الحوزة العلمية حول موضوع هذه الحلقة، فإلى هذه اللقطات. لا إشكال في أن القرآن الكريم والسنة المحمدية الأصيلة أكد مرارا وتكرارا وفي عدة من النصوص على رجوع غير العالم إلى العالم، وهذه في الحقيقة قضية ليست فقط في الفقه وإنما في جميع حقول المعرفة. يعني مثلا الإنسان الآن إذا مرض يراجع الطبيب لأجل تشخيص المرض أجاركم الله ولأجل تشخيص العلاج. مثلا إذا شخص أراد أن يبني بيتا فمن الطبيعي أنه يراجع المهندس يصمم له خريطة ثم يقوم بتنفيذ هذه الخريطة على الأرض. وهكذا في كل حقول المعرفة الإنسان الغير مختص في جانب من الجوانب يرجع إلى أهل الاختصاص، وهذا هو في الحقيقة الدليل العقلي على التقليد والرجوع إلى الفقهاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخلفاء من بعدي 12، أولهم أخي علي بن أبي طالب، ثم بعده الحسن، ثم الحسين، ثم 9 حجج من ولد الحسين، تاسعهم قائمهم. وأمر الأمة بالرجوع إليهم فقال: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم فلن تضلوا بعدي أبدا. الأئمة المحسومين عليهم السلام أرجعوا المسلمين وشيعتهم بالخصوص إلى طلابهم وتلاميذ الحوزة العلمية التي كانوا يدرسونها الأئمة المحسومون عليهم السلام، فكانوا يرجعون إلى أبي بصير وإلى محمد بن مسلم وإلى زرارة وإلى أتباع الأئمة عليهم السلام جميعا، فكانوا يرجعون المسلمين بأخذ أحكام الدين من طلابهم، أمثال زرارة وأمثال عمار بن الصاباطي وأمثال هشام بن الحكم، فكانوا يرجعون الشيعة إليهم في أخذ الأحكام. وقد ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أنه قال: من كان راويا لحديثنا صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه. حياكم الله من جديد سادتي الأكارم. دكتور، يعني استمعنا إلى ما قاله المشايخ. يعني العودة إلى العلماء هي وصية من الأئمة عليهم السلام، وبالتالي هي وصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هناك 17 رجل ادعوا السفارة. ما هي المعايير التي استدل على أساسها للنواب 4 ومن ثم لوكلاء الأئمة عليهم السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وفرجنا بهم. الكلام في قضية الفقاهة وقضية الدعوة، دعوة النيابة والسفارة، أعتقد أيضا نحن في حلقات سابقة ربما يعني لا نقول أشبعنا هذا الموضوع، ولكنه تحدثنا بشكل أو بآخر في قضية الغيبة الصغرى. لا أتذكر أستاذ رياض، حدثنا عن قضية الدعوة والسفارة وما هي مناشئ هذه الدعوة وما هي موجبات هذه الدعوة وكيف كانت هذه وهي شخصيات هذه الدعوة. أعتقد هي قضية
يعني هناك ارتباط بين قضية التفقه في الدين أو ادعاء الفقاهة في الدين وادعاء السفارة والنيابة، حتى نكون يعني نربط بين ما ذكر في التقرير وما سألت عنه. نعم. لأن هناك من يدعي السفارة والنيابة في عصر الغيبة حتما لا يدعيها شخص عادي. نعم. لأن لا يمكن أن يصدق، هذا حتما سيعرض عنه قطعا وجزما، لأنه ليس من أهل العلم وأهل النيابة والسفارة. نعم. ولذلك هذه المسألة فيها من الخطورة بمكان يجب علينا أن نكون حذرين في كل وقت من الأوقات. نحن حقيقة نستفيد من كل الدروس والعبر التي مرت علينا في سيرة أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام وأصحابهم ومن رافقهم من الدعاة. لأن هناك دعاة كانوا هم أصحاب للأئمة، ولعله من أخطر الدعاة هو من ينتسب إلى المؤسسة العلمية ربما بشكل أو بآخر ويدعي هذه الدعوة، وهذه قضية فيها خطيرة. نعم. تمام. أما من هو خارج هذه المؤسسات الدينية العلمية فادعى أو لم يدعي، هذا ربما يعني يوصف بالجنون أو غيره من الأشياء الأخرى ولا يسمع له. ولكن أخي العزيز، المسألة في قضية دعوة من له مستوى أو حظ من الفقاهة أو حظ من العلم، خلينا نعبر عنه قبل أن نتحدث عن الفقاهة. فقضية الفقاهة قضية يعني هي أصلا من القضايا المندوب إليها والتي يعني حثت عليها الشريعة وحث عليها الباري تعالى في كتابه الكريم. قال: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا عليهم لعلهم يحذرون. هذا الحث وهذا التحضيض، هذه اللولة التحضيضية والحاثة على النفر، هذه عامة لكل من له قدرة وقابلية على التفقه في الدين، وأن يكون فقيها لينذر قومه، يعني ينفر إلى طلب العلم وينذر قومه إذا رجع، لأنه هذه من موجبات الحذر والخلاص من النار والخلاص من العذاب وأداء التكليف بشكل صحيح. ومن هنا فإن ما ذكرته ربما في الغيبة الصغرى أو في الغيبة الكبرى، حتى يعني احنا لا نكون بعيدين عن موضوعاتنا في الغيبة الكبرى، أيضا هناك من ادعى هذه الدعوة، سواء كان وأيضا هذا ذكرناه لعله هناك من يدعي النيابة وهناك من يدعي الإمامة، وهناك ربما حتى تصل إلى، وأحيانا التدرج يصير من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى. هذه التدرجات الطولية أو العرضية في مسائل الدعوة هذه موجودة في كل زمان ومكان، ولا تختص ربما بزمان معين أو مكان معين، ولكنها كلما يعني كانت شخصية القائد أو الإمام الرباني بعيدة عن الحضور، بعيدة عن الوجود، كلما كان لها مناخات مناسبة وواسعة لأن يكون هناك أكثر من دعوة. ففي غيبته الصغرى عليه أفضل الصلاة والسلام وعجل الله فرجه الشريف، بعد غيبته عن عامة الناس هناك من ادعى، يعني بعد غيبته الصغرى الجزئية، يعني هناك من ادعى السفارة وادعى الوكالة وادعى النيابة، وهناك من ادعى المهدوية حتى من ادعى المهدوية. وهذا أيضا يمكن فصلنا القول فيه، أن هناك من هو ادعى المهدوية وهناك من ادعي له بالمهدوية. هناك، وهذه دعوة المهدوية لأشخاص هم غير مدعين لها، ربما حتى عند بعض أتباع الأئمة، ربما حتى حتى عند أتباع بعض الأئمة يدعون أن الإمام الفلاني هو الإمام المهدي أو الإمام الفلاني هو الإمام لم يقل أصلا أبدا ولكنه هذا بالعكس هذا ربما دليل، يعني احنا نستفيد من هذه القضايا كما ربما يستفيد منها الآخر الخصم اللي يستفيد منها، أنه هذه الدعاوى دليل على عدم وجود القضية المهدوية. بالعكس أنا أقول هذا دليل على وجود المهدوية. هذه الدعاوى، كثرة هذه الدعاوى احنا نوظفها هذا التوظيف الإيجابي، ونقول أن كل ما كانت القضية راسخة وثابتة في تراثنا الشيعي وفي فكرنا الإسلامي بشكل أو بآخر، كلما كثر المدعون، ولو كانت القضية غير موجودة وغير راسخة ما كان لها أدعياء. من المفارقات أن لا أحد ربما من أتباع مدرسة أهل البيت يدعي المهدوية فقط من المذاهب الأخرى، بقطع النظر يعني عن دعوى الشخصيات سواء كانت من هذه المدرسة أو هذا. نتحدث عن الفكرة بشكل عام. فقلنا أنه فكرة يعني مدعي المهدوية ليست بالأمر الجديد ولها مناشئ.
هذه المناشئ أحيانا تكون طلب الوجاهة، وهذا أمر مهم جدا. الأهداف، أهدافها نعم أهدافها أو غاياتها طلب الوجاهة، وهذا أو طلب المال، أو يعني وباعتقادي أنه طلب الوجاهة وطلب الشأنية هذا أمر مهم جدا، ولعله يقف في رأس هذه الغايات والأهداف التي من أجلها يدعوها. لكن هؤلاء يعني ألا يعتقدون أو يعلمون أن الأمر خطير، وأن هذه العقيدة هي عقيدة مرتبطة بالسماء؟ نعم، حتى مع اعتقادهم، يعني مع اعتقاد أن هذه العقيدة عقيدة مهمة، ولكن قلت لك هناك مناشئ وشعور نفسي. الإنسان بجبلته بفطرته ميال إلى يعني إثبات الذات. نعم. كلما كانت الذات فيها سمات معينة، صفات نعم. معينة، نعم. كلما أراد أن يظهر هذه السمات وهذه الصفات للآخرين. وأحيانا تحصل نتيجة وساوس الشيطان، وتحصل نتيجة الإغواءات، تحصل نتيجة حقيقة. يعني إذا أردنا أن يعني نبين هذه الأسباب المناشئ أسباب كثيرة، ولكن ما دام انفتح الموضوع على هذه القضية، هناك يعني القضية أحيانا قلت لك لا تتوقف على الشخص المدعي نفسه، بل على أتباعه هم الذين يعني لديهم مشروع مثلا، هم ربما أحيانا مشروع، وربما وتعرف أستاذ أنه هذه القضية حتى في قضية دعوى الربوبية وقضية يعني عبادة غير الله تعالى، كانت هي عبارة عن الاعتقاد بشخصيات معينة، أنها مقدسة وأنها على مستوى اجتماعي وديني. حولت هذه القداسة وهذا التمسك وهذا الارتباط إلى مستويات أخرى. وهذا يعني أعتقد موجود على مر التاريخ، أنه كلما تمحورت جملة من الناس والشخصيات والأتباع، جميع الأمم يعني بالمناسبة موجودة في كل مكان على شخصية معينة تمحورت، أقول يعني هي من فتحت على الآخر ولا انكشف لها كل يعني البساط المعرفي، وإنما تمحورت على شخصية معينة. وأعتقد هذه لو استعرضنا الملل والنحل والأديان والفرق التي يعني هي حقيقة تشعبت وتشتتت نتيجة هذا الاختلاف بأسس المعرفة وبنظريات المعرفة وأحيانا بالأصول أو بالفروع، هذا الاختلاف، هذا التشتت، هذه يعني الاختلاف بحسب الأدلة ربما سواء كانت أدلة عقلية أو نقلية، تجد أن هؤلاء كل واحد يتمسك برأيه، تتمحور حول مجموعة من الناس يدعون له دعوة معينة، هو يقبل بهذه الدعوة، يصدق يعني يصدق. هذا هو الامتحان العسير لمثل هذه الشخصيات ولمثل هذه السمات، يعني اللي هي سمات فقاهة وعالم ورباني ومن هذه الأوصاف التي أحسنتم. فيعطى مثل هذه الصفات، هو يعتقد أن ما ادعوه حتما يكون ربما فيه شيء من الصدق، فإلى أن يقتنع يصل إلى حد القناعة ربما يدعي هذا الدعوة. فإذا هذه واحدة من الأشياء الأخرى ربما طلبا للمال، ربما طلبا لأشياء أخرى هي حقيقة في شعور وذات ذلك الشخص غير معلومة. ولكننا حينما نجد أن مثل هذه الشخصيات تطفح على سطح المجتمع وتبرز على سطح المجتمع في أوقات غير مناسبة وفي مكانات غير مناسبة ودعاوى غير مناسبة، يتبين أن هناك اختلال في منظومة هذه الشخصية، في فكر هذه الشخصية أو منظومة من حوله. هذه واحدة من الإشكاليات اللي تكتشف. حتى على المستوى العلمي، يعني الأئمة أيضا عاصروا من ادعى الأعلمية أو ادعى العلمية وناظروهم ودحضوهم. نعم، هذه قلت لك قضية ليست متوقفة على شخصية ولا زمن ولا مكان معين. هذه سيالة، وهذه ربما أيضا يعني في الطبيعة البشرية والعقيدة المهدوية يعني. هذه واحدة من الأشياء، ولعله من أكثر الأشياء يعني فسحة ومجالا لمثل هذه الدعوة. لماذا؟ لأنها فترتها طويلة جدا، ولأنها فيها مسألة عقيدة الغيب وفكرة الغيبة أخذت بعدا يعني معرفيا كبيرا، حتى أصبح هناك مجال للدعوة، لأنه الإمام يعني المفترض الطاعة، المنتظر، الحجة، الذي هو يعني حقيقة مثال اعتقاد كل الإنسان هو الآن غائب، فصار هناك مجال واسع لمثل هذه الدعاوى. فكلما يعني ابتعدت أو كلما حقيقة طال الزمان، كلما ربما نتوقع هناك دعاوى كثيرة.
في مقابل ذلك ربما تقول أنه يعني هل أن الإمام أو أن هذه الغيبة حينما فسحت هذا المجال، هل أن الأئمة والإمام نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن في حساباته أن هناك يعني دعوة ومدعين وهناك ربما اختلال وهناك حيرة وهناك ضلال يحصل؟ هذا كله موجود أستاذ رياض، موجود في أذهان الأئمة المعصومون. لذلك وضعوا هذه يعني المحددات المعرفية، وضعوا هذه المحددات العقدية، ولكن المشكلة في الأخذ من هذه المحددات، المشكلة في التعاطي مع هذه النصوص، المشكلة أنه بدل ما يأخذ هذا النص اللي هو قوي السند يرجع إلى نص ضعيف السند، المشكلة بدل ما يعتمد على نظرية معرفة اللي هي واضحة، احنا عندنا نظريات المعرفة نظرية واضحة أن هناك مصادر المعرفة الكتاب والسنة والعقل والإجماع على الاختلاف بين السنة والشيعة. هو يأتي بدليل آخر، يأتي مثلا بدليل الرؤية المناميات، أو يأتي بدليل يعني قضايا الرياضات يعني الروحية، أو يأتي بقضايا تخص التصوف وغيرها من الأشياء التي هي يعني غير معلومة يعني الوجود وغير معلومة عند الآخرين، وهي حقيقة خاصة بأصحابها ولا لا تخص الآخرين، ويأتي بهذه الدعوة. فإذا ابتعاد هؤلاء عن مصادر المعرفة الحقيقية هو الذي حقيقة ولد مثل هذه الدعاوى. هذه واحدة من الإشكاليات المهمة جدا. إذن على المكلف في هذه الفترة في هذا الزمن أنه لا ينساق على وراء مثل هذه الدعاوى، لأنه هذه ما مستندة حقيقة إلى ركن وثيق، ما مستندة إلى مصدر معرفي حقيقي. طيب يعني الدول التي حكمت الأمة الإسلامية يعني كالأموية والعباسية إلى الآخرة والدولة العثمانية، هل ساندت هذه الدعاوى؟ هل دعمت هؤلاء الذين ادعوا السفارة أو النيابة أو المهدوية؟ أيضا هذا تحدثنا عنه أستاذ رياض، وقلنا أنه هذا الكلام حتما يعني أنت بقطع النظر عن التفاصيل إلى اليوم، بقطع النظر عن تفاصيل هذه الدول، أنه ما دامت السلطة هي يعني هناك فجوة بين السلطة وبين المؤسسة الدينية، بوصف السلطة لا تمثل المؤسسة الدينية ولا الدولة هي دولة دينية أو دولة إسلامية على نهج أهل البيت. ما دامت الدولة ليست على نهج أهل البيت فحتما راح يكون هناك فاصل وهناك فارق وتمايز بين السلطة والمؤسسة الدينية. هذا التمايز لا يعني حقيقة حتما كل دولة كل سلطة لها مؤسساتها الخاصة بها ولها عناصرها الخاصة بها، فلا بد أن لها خطط يعني من خلالها تحاول أن تقوض وتقلص من سلطة المؤسسة الدينية، لأن خوف السلطات دائما وخوف الحكام هو من هذا البعد الروحي، لأن البعد الروحي اللي هو موجود عند البشرية كبعد آخر باعتبار البعدين المادي والروحي. البعد الروحي دائما يعني خوف السلطات خوف الحكام من طغيان وسيادة البعد الروحي عند الإنسان، لأن سيادة البعد الروحي عند الإنسان ربما يؤدي إلى تضييق الدائرة على السلطات وخاصة على الطغاة. فكلما كثرت الشخصيات الروحانية الشخصيات الربانية في داخل المجتمع كلما هناك خطر على الدولة، هناك خطر. ومن هنا فإن كل دولة كل طاغية له استراتيجية معينة لمحاولة تقويض مثل هذه المؤسسات الدينية. ومن هنا فإنه كلما حصل هناك مدعي لقضية المهدوية، هذا المدعي يحاول تشويه أو تشويش على فكر الآخرين، كلما كان له وجود في داخل هذه المؤسسة الدينية عفوا المؤسسة الحكومية والمؤسسات الاستكبار العالمي بشكل عام لتغذية مثل هذه الشخصيات. وإلى وقتنا هذا هذه القضية يعني لا تقتصر على وقت معين. أنا دائما نكرر هذه القضية حينما لا يقول قائل أنكم تتحدثون عن تاريخ، وإنما نتحدث عن حاضر. يعني هذه الحالة موجودة. إلى اليوم المؤسسات الاستكبار العالمي تغذي كل من يدعي قضية يعني مسألة، سواء يدعي سفارة أو نيابة أو يدعي المهدوية، تجد أن هناك دعما ماليا كبيرا ودعما يعني حتى ثقافيا وترويجا إعلاميا لمثل هذه الشخصيات. كل هذه القضايا تنفق من أجلها الملايين في سبيل إيقاف عجلة التحرك المؤسسات الدينية. أو يدعي أنه مجدد كما حصل في نجد. أحسنتم. أي شخصية تدعي، المهم أن تكون هذه ضد المؤسسات الدينية الحقة اللي هي مرتبطة بنهج البيت ومرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية الإمام المهدي، حتما سيكون للدولة والاستكبار العالمي. جيد. مشاهدينا الأكارم، بإمكانكم المشاركة معنا
معنا عبر وأرقام الهواتف الموجودة أسفل الشاشة. دكتور، النيابة العامة لم تكن واضحة أو معروفة خلال العصور الأولى من الغيبة الكبرى، وكانت في البداية أشبه بالفرضية المستنبطة من بعض الروايات الخاصة في أمور القضاء. يعني لم يكن مصطلح الفقه والفقهاء خلال القرن الرابع والخامس هجريين يحمل معنى الاجتهاد المعروف والمتداول اليوم. يعني كيف بدأت أو نشأت المصطلحات هذه؟ هل هي جاءت متسلسلة؟ أولا قضية الفقهاء، أنا قبل قليل قرأت لك الآية نعم. والتي فيها ليتفقهوا. نعم. أعتقد أن هذه القرآنية تفقهوا نعم. في الدين. القرآن يقول فلولا نفر من كل فرقة طائفة نعم. إنهم ليتفقهوا في الدين. نعم. ليتفقهوا، أصل كلمة فقه نعم. يعني بالمعجمات هي فهمة. نعم. هذا أصل يعني المعنى المعجمي لهذه المفردة. هذا لذلك تقول مثلا فقه اللغة، نعم. فقه يعني مثلا الحضارة، فهم أي فهم لقضية معينة ممكن تطلق عليه فقه. فالفقه هو الفهم، ولكن هذه المفردة انتقلت، أصبحت من الألفاظ المنقولة. فحينما يقال الآن في أوساط، وخاصة هذا يعني نقل خاص، نعم. نقل خاص إلى مؤسسة دينية، حينما تقول الفقه ينصرف الذهن إلى المؤسسة الدينية، إلى أن الفقه المقصود به هو معرفة الأحكام الشرعية من الحلال والحرام من أدلتها، بعد استنباطها من أدلتها التفصيلية. إذن هذه القضية، قضية الفقاهة، كلمة الفقه موجودة، ولذلك حينما ذكرها القرآن الكريم كان يقصد التفقه في الدين، فهم الدين بشكل يعرف الحلال والحرام وكل ما يتعلق بأصول العقيدة، يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. وإلى أنه رواية الإمام نفسه من كان من الفقهاء. هذه القضية العلماء من الفقهاء كان هو يقول من الفقهاء، ما قال من العلماء. والفقهاء المقصود هم العلماء أو لا. نعم العلماء. لا، أنت تقول أنه هذه جاءت متأخرة، أنا أقول هذه القضية المفردة مستخدمة وموجودة، ولكن أخذت بعدا تداوليا كبيرا، استخدمت يعني في أحسنتم في خصوص الأحكام الشرعية. في خصوص الحلال يعني استخدمت تقريبا هذه يعني بعد يعني بالغيبة الكبرى. نعم. أصبحت تدل دلالة واضحة على الفقيه يعني الذي هو قادر، أحسنتم، قادر على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وهذه المفردة مستخدمة كانت ولها أفق دلالي أوسع مما كانت عليه في الوقت الحاضر، وهذا يعني ليس أمرا مهما. نعم. جيد دكتور، نذهب إلى فاصل ثم نكمل الحوار والحديث معكم. مشاهدينا الأكارم انتظرونا بعد هذا الفاصل. العامون للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف خصائص تميزهم عن باقي علماء الأمة وسائر الناس، لما يتمتعون به من فقاهة ومكانة علمية دينية ودنيوية. فالفقيه الجامع للشراط كما جاء تصنيف ذلك من خلال حديث الإمام الحجة عليه السلام بقوله: وأما الحوادث فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فلا بد لكل مسلم أن يكون له مرجع يعود إليه في أمور دينه، خاصة فيما يستحدث من أحكام شرعية جديدة أو ما يدخل مجالات الحياة وتطورها من علوم أو إشكالات ليس لها أصل في التراث الإسلامي ولا في تجارب المسيرة الإنسانية عموما. فالعودة إلى الفقهاء العاملون يعني العودة إلى نواب الإمام، فهم علماء هذه الأمة كما جاء عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. وجاء في حديث آخر: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وفي رواية أخرى: بل أفضل من أنبياء بني إسرائيل. ومن خلال تصحيح هذه الأحاديث يكون النبي الخاتم قد أرشدنا إلى من يقوم مقام الأئمة المعصومين عليهم السلام. من جديد حياكم الله سادتي الكرام، ها نحن وإياكم وهذه الحلقة من برنامجكم مفاهيم مهدوية. بإمكانكم المشاركة
معنا عبر أرقام الهواتف الموجودة أسفل الشاشة. دكتور، ما زلنا في مصطلح الفقاهة والفقيه يعني. نعم، فقط إذا تسمح لي نعم. أكمل لك، يعني ذكرت بعض الروايات اللي تتعلق بمصطلح الفقاهة، وأنت نعم. تقول هذا المصطلح. يعني احنا حقيقة كثير من الروايات، يعني في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول تفقهوا في الدين، فإن من لم يتفقه في الدين يوصي شيعته. نعم، تفقهوا في الدين، تفقهوا في يعني الدين. هنا أصبح المصطلح عام على لا، الجميع. أحسنتم، أي في الدين. نعم. فإن من لم يتفقه في الدين فهو أعرابي. نعم. إلى لو رواية أخرى يقول لو وددت لو أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط نعم. حتى يتفقهوا حتى يتفقهوا. يعني هناك حث من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على التفقه في لأتباعهم لشيعتهم. هذا حقيقة ما جاء اعتباطا، يعني نعم. بدءا من الآية الكريمة اللي افتتحنا بها البحث، مرورا بحديث النبي إلى هذه الأحاديث. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي أهمية كبيرة حتى يسميهم الخلفاء. نعم. اللهم ارحم خلفائي. قيل ومن خلفاء؟ قال الذين يأتون من بعدي فيرون حديثي وسنتي. نعم، حديثي، يرون حديثي وسنتي. نعم. هكذا في بعض الروايات. فإذا مسألة الفقاهة في الدين، غير أنه يعني الحقيقة اللي حدثنا عنها ربما أو اللي نحاول نكررها، قضية إشارة الأئمة في زمن حضورهم، في زمن وجودهم، حتى ننتقل بعدين إلى زمن الغيبة. نعم. يأتي شخص لعله الهمداني يسأل الإمام الرضا عليه السلام، يقول أن شقتي بعيدة، ويعني ليس لي مثلا قدرة على أنه أصلك في بعض المسائل. نعم. من أين آخذ معالم ديني؟ قال زكريا ابن آدم، خذ يعني من زكريا ابن آدم. نعم. خذ فإنه المأمون في الدين والدنيا. نص العبارة. نعم. المأمون في الدين يعني يوجه هذه الشخصية. وزكريا هذا كان رجلا ورعا من عالم من علماء. نعم. الإمام موجود، لكن موجود في مكان معين يوجه الناس إلى شخصية أخرى. نعم. كذلك شخص آخر يسأل أيضا تقريبا بنفس المضمون، الإمام يقول له خذ دينك من محمد ابن مسلم. نعم. من محمد ابن مسلم. ارجع إلى محمد ابن مسلم، ارجع إلى زكريا بن آدم، ارجع إلى يونس. فيونس ثقة، قال يونس ثقة فخذ عنه معالم دينك. يعني بهذه المضامين باختصار شديد، هذه المضامين تبين وتدل دلالة أكيدة على أن المعصومين كانت لهم هذه التوجيه إلى الفقهاء، إلى أنه روايات حقيقة ذكرت يعني بعض الفقهاء، يعني روايات عن المعصومين ذكرت 4 أو 5 من الفقهاء وصفتهم بأوصاف أهل الجنة. إذا الاهتمام بهذه الفقهاء لماذا؟ هذا حقيقة إذا تسمح حتى أدخل بعدين على قضية الدعوة والمدعين. نعم. هذا الاهتمام بهذه الفقاهة وإعطاء هذه الأهمية كان مبكرا، بدءا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأئمة المعصومين، حتى يوجه عناية الناس أنه إذا غاب الإمام، إذا لم يوجد الإمام فعليك إذن. وهذه غيبة الإمام تارة تكون غيبة مثل ما موجودة في الغيبة الكبرى، أو هو الإمام موجود في مكان آخر فهو غائب عن، الآن أنا في العراق مثلا، أو أنا في الحجاز والإمام في العراق، كيف أخذ معالم ديني؟ يقول له عندك عالم من العلماء موجود، وكيلي عالم من العلماء ترجع إليه. طيب هذا العالم شنو صفاته؟ شنو ميزاته؟ كيف؟ إذا موجود الإمام وأشار لي إلى شخصية العالم انتهى الأمر. بعد هو يقول هذا مأمون في الدين والدنيا، عليك أن تأخذ. إذا ما موجود الإمام، نعم، لازم أكو هناك صفات وسمات عامة، يعني كما نحن اليوم. أحسنتم. في هذا الوقت إذن هناك صفات الذين يعني من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا على دينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه. نعم. وطبعا هذه الرواية فيها تتم 4 شروط. هذه القضية بالإضافة إلى قضايا رواة الحديث، نعم، والذين يعرفون حلال يعني الحلال من الحرام، الرجوع إلى رواة الحديث الذين يفرقون بين الحلال والحرام، الرجوع إلى الفقهاء بهذه المواصفات، لأن هناك حقيقة هذه الصفات لهذه الفقهاء. هذا يعني أريد أكمل فقط الرواية حتى أرجع إلى الصفات. الرواية تقول وهذا لا يكون إلا إلى بعض شيعتنا، نعم، أو بعض فقهاء الشيعة. هذه القضية شوف يعني هو يعني خلاصة فقيه، هناك شيعي وفقيه وبعض فقهاء الشيعة. نعم. فأنتم ترجعون إلى هؤلاء اللي هم بهم هذه الصفات. نعم. ربما فقيه ولكنه عنده مستوى من الفقاهة، عنده مستوى من التميز، حتى لا يقول قائل يأتي شخص يقول أنا أميز بين الحلال والحرام وأستطيع أستنبط الحكم الشرعي، ولكن إذا ما كانت بهذه المواصفات وبهذه السمات التي تجمع الأمة على ذلك،
يعني ربما أيضا يقفز إلى ذهن المتلقي الآن سؤال: كيف نعرف هذا؟ يأتي شخص يقول أنا أعرف، والنسي يجاوبنا بالحلال والحرام. نعم. ولكنه كل من يدعي أنه يعلم الحلال والحرام ويعرف ويكون فقيها ممكن الرجوع إليه؟ لا يمكن. أعتقد العقل قبل أي دليل آخر يشير إلى أنه أنت إذا تريد تأخذ يعني علمك أو تأخذ أي قضية من القضايا يجب عليك أن تسأل أهل الاختصاص والخبرة. نعم. الآن بشكل طبيعي من تسأل واحد، تروح إلى طبيب الباطنية تسأل أريد طبيب مختص وطبيب حاذق لأنه يحتاج إلى علاج معين. يسأل من؟ يسأل الدارسين، نعم. يسأل الأطباء، يسأل يعني بيئة، يعني البيئة اللي هي حاضنة لهذا العلم وهذا الفن وهذا الاختصاص. نعم. فإذا هم الذين يشيرون إلى هذا الطبيب المختص. كذلك في مسألة الفقاهة، هؤلاء الدارسون المحيطون يعني المؤسسة الدينية إذا أشارت إلى شخصية معينة بأن هذا هو الفقيه الجامع للشرائط الصائل لدينه المخالفا لهواه المطيع لأمر مولاه، فممكن أن يرجع له العوام بالتقليد. هذه هل تخلق عند الناس شيء من الحيرة؟ ربما يقول قال نحن الآن في حيرة. تمام أستاذ؟ نعم. ليس هناك حيرة إذا هذه نعم. الصفات، إذا هذه الطرق، نعم. إذا هذه المنهجية الرصينة باعتقادي أن منهجية أهل البيت في مؤسستنا الدينية نعم. منهجية رصينة تماما لا يمكن أن يتسرب إليها الشك أو الاختلال إلا ممن هو عنده اختلال في ذاته. لذلك بقي الصامدة طوال هذه القرون هذا وتتعرض لأشد أنواع. هذا سر صمود الإمام، ما يعني ترك الأمر سدى، أعطى صفات معينة وضوابط معينة ومعايير معينة. أنت سألت قبل قليل عن المعايير، معايير معينة لهؤلاء حتى ممكن أنا لا أبقى في حيرة من أمري. الإمام ما موجود، أرجع على وفق هذه المعايير ما أعرفها أرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص. نعم. والعقل يشير إلى هذه القضية. نعم. أي عاقل حينما يريد أن يعني يتعرف على شخصية معينة في الطب، في علم النفس، في الاقتصاد، في أي اختصاص معين، يرجع إلى أهل الخبرة. لا شك بذلك. أمر طبيعي. نعم. لماذا نحن في هذه المؤسسة وفي هذا المجال فقط يحصل التخبط والالتباس والإشكاليات؟ لمن نعود وأصبح الآن أعتقد يعني جازما أن هناك الذي هو ضعيف الهمة نعم. أو عنده اختلال في ذاته. ضعيف الهمة يعني هو ما يعرف من يتصل، ما يعرف كيف يتواصل. والآن في وقتنا الحاضر غير معذور كل من لم يتصل أو يعرف أو يقلد. نعم. حتما غير معذور. في وقتنا الحاضر الكل يجب عليه أن يرجع إلى فقيه جامع للشرائط حتى يكون يأخذ منا معالم دينه ودنياه، وبالتالي يكون طريق الصحيح الموصل إلى الله تعالى والمرتبط بالإمام الحجة. جيد. نعم. دكتور، أول من استخدم مصطلح النيابة العامة عن ولي الأمر عليه السلام هو الفقيه أبو الصلاح الحلبي رحمه الله، وقد حاول أن يسحب موضوع النيابة إلى أبواب الزكاة والفطر والخمس والأنفال، ولكنه لم يعزز محاولة هذه بأي دليل. هل هناك أدلة تؤكد أن هذا المصطلح جاء عن إمام عجل الله تعالى فرجه الشريف النيابة؟ أولا يعني احنا أيضا تحدثنا عن مصطلح النيابة وقلنا يعني النيابة في حال غيبة الشخص هناك نيابة وهناك وكالة وهناك خلافة وهناك سفارة وهناك هذه المصطلحات كل له يعني يبدو اعتبار. أنها تبلورت في القرن نعم. الرابع. هذه ربما بعض المصطلحات الشرعية وبعضها متشرعية. نعم. بعض المصطلحات جاءت يعني من نص بالقرآن الكريم أو من أحد المعصومين، بعضها اجترحه الفقهاء والعلماء. نعم. يعني ونتيجة يعني جملة من يعني الاعتبارات هناك حاجة، هناك ظروف. أحسنتم. وجدوا أنه للتمايز بين هذا المصطلح وهذا المصطلح اصطلحوا على هذا بالنيابة وهذا بالوكالة ربما. ولكن كثير من المصطلحات حقيقة وردت عن المعصومين. صحيح أن مصطلح النيابة ما ورد بشخصه، وإنما دائما يقول الإمام حجتي ثقتي هذا وحجة الله عليكم، أنا حجتي عليكم وأنا حجة الله. الاحتجاج، الوثاقة، المأمونية، نعم. كل ذلك هي أيضا صفات من يعني للنائب.
سواء كان هذا النائب نائبا بالنيابة الخاصة أو بالنيابة العامة، لأن هذه الصفات والسمات أحيانا جاءت للنائب بالنيابة العامة وأحيانا جاءت للنائب بالنيابة الخاصة. فليس مهما جدا أنه نقف عند يعني حقيقة الفترة الزمنية التي حددت فيها هذا المصطلح، بقدر ما المهم جدا أستاذ رياض هو أن نعين من صاحب هذه النيابة ومن الذي ينطبق عليه هذا. هذا في وقتنا الحاضر نحن نعيش ربما يعني هذا يعني الكم الكبير من وسائل الإعلام المضللة، والتي تحاول كما ذكرت قليلا أن تشوش على الفكر الإنساني وتبعده عن طريق الصحيح. يجب علينا إذن التمسك بهذه النيابة والتمسك بالفقاهة، لأننا تحدثنا عن الفقهاء والتي ذكرت الروايات وأكدت وشددت على الرجوع إلى الفقهاء. لماذا؟ وهذا واضح جدا. أعتقد وأكرر أن الفقهاء الذين هم عبرت عنهم عشرات الروايات بأنهم حصون الأمة، حصون الأمة من عفاريت إبليس، من تسويلات الشيطان. ولذلك عندنا بعض الروايات مثل يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين. هذا يعني هؤلاء هذه الطبقة أو هذه الفئة أو هذه يعني السمة الموجودة عند هؤلاء عبر عنهم الإمام أن هؤلاء هم الذين يقفون مقابل المحرفين والمنتحلين والغالين والجهال والمبطلين. فإذا يجب علينا إزاء مثل هذه. الآن كم كبير من المبطلين والغالين والجاهلين وغيره من الأوصاف، من الذي يمكن أن نستتر به أو يستتر به المؤمن المكلف في هذه الفترة إزاء مثل هذه الهجمات؟ حتما لابد أن يكون، حتى لا يبقى كل شخص في حيرة وضلال إزاء منه. لأننا وحتى في قضية الإمام المهدي الآن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما دمنا نتحدث عن الوكالات، يعني هناك رواية تقول يعني تتحدث عن آخر الزمان، كيف بكم إذا خرجت 12 راية. هذه كلها ولا يعرف أي من أي. هذه يعني 12 راية كل يدعي أنه هو وكيل الإمام أو نائب للإمام أو يعني بأي صفة من صفات النيابة. كيف يعني تتعامل مع هذه القضية؟ هذا ربما إذا ما الإنسان استتر يعني ساتر الفقهاء ضد هؤلاء المدعين، حتما سيكون صيدا ثمينا لمثل هذه الهجمات. هجمات المنحرفين الغالين المبطلين ستناله حتما سهام هؤلاء يعني المنحرفين. الفقهاء حتما. يعني باختصار الفقهاء هم حصون يعني للأمة. فإذا لابد من الرجوع إلى هذه الحصون. هذا أمر مهم في الغيبة الكبرى، ولكن يجب علينا أن نحدد هذا الحصن وهذا الستر وهذا الفقه. لدينا بعض الأسئلة من الجمهور الكريم نستمع إليها ثم تجيب عنها دكتور. مشاهدينا الأكارم انتظرونا بعد هذه الأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شاب، شنو الشيء اللي أسويه أو الواجب حتى أتبع المرجع الديني؟ شنو الشيء أو الواجب علينا اللي نسويه حتى نتبع المرجع الديني؟ عليكم، شنو الواجب على الناس اللي تسويه حتى تتبع المرجع الديني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو الواجب علينا باتباع المراجع؟ السلام عليكم. سؤال: شنو الواجب علينا حتى نتبع مرجع الديني؟ من جديد حياكم الله سادتي المشاهدين. دكتور، استمعت إلى ما قاله أخوة الجمهور، يعني ما هي واجبات المكلف يعني تجاه المرجعية، وكيف يعني هل هي نية ينويها أم ماذا؟ لا، هو حقيقة التقليد هو العمل بفتاوى المرجع الذي يقلده هذا الشخص، طبعا بعد تحديد هذه المرجعية والاعتقاد أنه هو شخص المرجع، والاعتقاد به والرجوع إليه في الفتاوى والأخذ من الأحكام يعني في خصوص العبادات والمعاملات وأمور الدين والدنيا فيما يتعلق في كل القضايا الأخرى التي تهم يعني وتبين طريق وتميز له الحق من الباطل. هذه حقيقة مهمة المكلف، ولكنه المهم لا تقف عند نية التقليد فقط، بل يجب عليه العمل
على وفق هذه الفتاوى. نعم. ثانيا لا يكون العمل على وفق بعض الفتاوى وترك الفتاوى الأخرى. وهذا من التجزئة التي المضللة التي حقيقة أيضا هذه من مناشئ يعني التضليل والانحراف. وربما أن بعض المدعين، ما دمنا نتحدث عن المدعين ونحاول نربط بين هذه وتلك، بعض المدعين أصلا كانت سبب دعوى أنه كان مصداقا لقوله تعالى أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذه مشكلة من المشكلات المعرفية يعني في وقتنا هناك من العلماء من المراجع الأعظم يعني حفظهم الله، وأيضا من الراحلين أيضا رحمهم الله، من يحيل يعني بعض القضايا لمرجع آخر، يعني هو لا يعطي الجواب، يقول له قلد في هذه المسألة مرجعا آخر. هذه في الاحتياطات الوجوبية، قضايا خاصة بالفقه. في الاحتياطات الوجوبية يمكن الرجوع، هذا أيضا في بدايات يعني المناهج الفقهية للعلماء. في الاحتياطات الوجوبية ممكن يرجع المكلف إلى فقيه آخر يعني على مراعاة بشرط مراعاة الأعلم فالأعلم. هذه قضية مهمة، ولكنه يعني نحن ما دمنا نتحدث عن زمن الغيبة الكبرى لابد أنه نبين أمر مهم جدا، وهو أن على المكلف أن يرجع إلى الفقيه رجوعا حقيقيا لا رجوعا شكلانيا. وهذا الرجوع الحقيقي هو أن يعمل بفتاوى الفقيه وأن يلتزم به، ولا يبعض كما ذكرت إلا في حالات الجواز التبعيض، يعني أن يأخذ فتوى من فقيه تعجبه فتوى من فقيه آخر ربما، ولكن ليس هناك احتياط وجوبي عند الفقيه الذي يقلده فيرجع. هذا غير صحيح. فإذا عليه أن يتثقف بثقافة الفقاهة ويتعلم، وهذه أوليات. أوليات الفقه يجب أن يتعلمها كل شخص مثل ما يتعلم يعني أمور العبادية التي هي واجبة التعلم كصلاة وصيام، وحتى مسألة فيما يتعلق ببعض التفصيلات كالشكوك في الصلاة. هذه قضية مهمة أعتقد يمكن أن يحصن الإنسان بها نفسه بوصف كما ذكرنا أن المؤمنون الفقهاء حصون الإسلام كحصون سور المدينة فيها. فيجب عليك أنت حتى لا تبقى في حيرة وضلالة من أمرك، لأنه تعرف الآن مواطن إبليس ومداخل إبليس الآن في وقتنا الحاضر أصبحت كثيرة ومداخل يعني حقيقة دقيقة جدا، ليست فقط كثيرة وإنما مداخل دقيقة، يعني ممكن أن ينفذ من مداخل دقيقة لا يمكن أحيانا يغفل الإنسان يعني عن مجال. وسائل الإفساد كثيرة اليوم، وأيضا هناك دول تدعم هذه الوسائل وتدعم هذه الغايات للوصول إلى غايات معروفة. فإذا إذا هذه القضية يجب على المكلف إذن أن كلما اشتدت الحرب أو اشتدت طرق إفساد المجتمع وطرق إضلال وغواية المجتمع، كلما يجب على المكلف أن يتمسك أكثر بدينه. ولكن نجد في الوقت الحاضر ربما العملية بالعكس، يعني كلما اشتدت هذه الغواية واشتدت وسائل التضليل ووسائل الإعلام المضللة ودخلت إلى بيوتاتنا وإلى يعني أقرب الأشياء لنا، كلما تجد أن يعني بعض المكلفين حقيقة يبتعد عن المصدر الحقيقي للمعرفة، عن المؤسسة الدينية، عن ارتباطه بالفقيه الجامع للشرائط، وبالتالي هو يبتعد يعني حقيقة عن ارتباطه بالإمام. ولا يقول قائل ربما يصبح هناك تفكيك عند بعضهم. احنا حقيقة الخوف كل الخوف من بعض الفلسفات والثقافات يعني التي هي بلا دليل. أنا قدمت مقدمة قلت كل المنحرفين كانت أما يبعض أو يأخذ بالروايات الضعيفة أو ربما تؤثر عليه بعض الشخصيات أو بعض القضايا الروحانية والرياضات غيرها. هذه كلها أسباب حقيقة أستاذ رياض ومناشئ للانحراف. ومن أهم مناشئ الانحراف هو الابتعاد عن الفقيه. الابتعاد عن الفقيه بحجة أن الأمر واضح جدا، أحيانا الابتعاد عن الفقيه بحجة أنه يأخذ دينه عن الروايات، ذكرنا ذلك، والمفروض يأخذ دينه عن الراوي الذي يعرف الحلال والحرام، لأن الإمام هو الذي نصبه. اليوم نحن في حرب عالمية عظمى ثقافية حقيقة وحضارية، يعني هناك هجمة كبيرة جدا على المسلمين وخاصة على مدرسة أتباع أهل البيت عليهم السلام. هناك تفنن حقيقة من العالم الغربي ومن الكيان الصهيوني وأيضا من أدوات عربية للأسف. يعني دكتور، عقب غيبة الإمام الكبرى عليه السلام هناك كم كبير من مدعي النيابة العامة،
ولديهم أدلتهم التي أقنعوا بها جمهورهم، ولديهم أيضا جمهور. ما هي السبل للتأكد من زيف ادعائهم وكيف مواجهة هؤلاء؟ أحسنتم، هذا أمر مهم جدا. يعني خلاصة هذا، ربما هذا يعني هذا السؤال هو خلاصة اللي مرينا به كله بقضية المدعين وقضية الرجوع إلى الفقيه. كيف ممكن أن يتخلص المكلف من كل هذه الأشياء؟ الآن المكلف أما أن يكون يعني له قدرة على التمييز بين الحق والباطل، ويستطيع أن يقول هذا على ضلال وهذا على هدى، وأحيانا ليس له القدرة على التمييز. الذي له القدرة على التمييز في قضية إذا ارتفعت الرايات الباطلة والمضللة، ويستطيع أن يقول هذه راية ضلال وهذه راية هدى. وهذا نحن يعني في قمة الابتلاء في هذه الفترة. إذا استطاع أن يميز بين راية الضلال وراية الهدى فهو على طريق صحيح وسبيل صحيح وارتباط بالإمام. الذي لا يستطيع أن يميز عليه الرجوع إلى من يميز، ونرجع هنا إلى الفقيه، إلى العالم الرباني، إلى العالم الذي أمرنا الإمام بالرجوع إليه. وهذه يعني هذه المسألة وهذه المشكلة، وقلت لك أن الضواغط وحقيقة موجبات الانحراف وموجبات التضليل أصبحت أكثر من السابق. وأصبحت مؤثرة تأثيرا كبيرا. أحيانا يعني الخلط يعني في قضية، مثلا الخلط بالمفاهيم. يأتي شخص يقول أنه أنتم تقولون بأن يعني يجب أن يكون الإمام يعني له عصمة معينة، فأنا أعتقد أن الشخص الفلاني، وهذه مشكلة قلت لك، مشكلة بالمنظومة المعرفية بشكل أو بآخر، ولكن بالرجوع إلى الفقيه يمكن أن يميز. يعني لا تتصدى بنفسك إلى كل اشتباه أو كل إشكال معرفي أو عقدي يحصل تسمع به من هنا وهناك يعني وتتصدى له، ربما يؤثر عليك بحجته. خصوصا نحن في حالة اشتباك ثقافي ومعرفي. أحسنت، هذه اللي أقولها. هذا فض هذا الاشتباك هو بالرجوع إلى المختص. وأعود بالمثال إلى مسألة الطب أو الصحة. يعني حينما يجتمع جملة من المدعين إلى أنهم أصحاب اختصاص في مسألة الطب، وهذا يقول كذا وهذا يقول يجب عليه أن يأخذ الدواء الفلاني، وهذا يقول يجب عليه أن يأخذ الدواء الفلاني، شخص مريض أمامهم، وهناك من يدعي، كل يدعي أنه يستطيع أن يشخص له العلاج الصحيح. الرجوع في مثل هذا الاختلاف لمن؟ يجب الرجوع إلى أعلم هؤلاء والمختص الحاذق من بين هؤلاء حتى تنفض المسألة وتنتهي القضية. فكذلك في خصوص الاختلاف والتخبط والعشوائية في الأخذ بين هذه الشخصيات أو الأخذ بالمفاهيم. يأتي شخص، وهذه من قضايا الدعوة، يأتي شخص يدعي أن الشخص الفلاني مثلا هو الإمام المهدي، هو ما مدعي، الشخص ما مدعي أنه الإمام المهدي، أو شخص يدعي أنه النفس الزكية، أو شخص يدعي أنه اليماني، أو شخص يدعي أن هذا السفياني، أو شخص يدعي أن هذا الخرساني. وهذه الدعوات أعتقد في وقتنا الحاضر، وكلما اقتربنا من عصر الظهور كلما كثرت هذه الدعوة. كيف السبيل إلى معرفة هذه القضايا؟ العودة إلى الفقهاء، الرجوع إلى المصادر، المنابع الحقيقية للمعرفة. أعتقد تقطع الطريق على كل هذا. الحوزة العلمية، الحوزات العلمية، الفقهاء المأمونون على الدين والدنيا، أعتقد يقطع الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها. دكتور، لدينا يعني دقيقتان فقط لدينا على انتهاء البرنامج. يعني ما هو الفرق بين المدارس الإسلامية في التعاطي بالعودة إلى الفقهاء بهذه 120 دقيقة ثانية عفوا؟ التعاطي، نعم، ما هو الفرق بين المدارس الإسلامية في التعاطي مع العودة للفقهاء؟ يعني تفترق مدرسة أهل البيت كما قلت لك في بدءا من هذه الرواية أو الروايات حقيقة التي وجه بها الإمام الثاني عشر إلى شيعته بالرجوع إلى الفقيه على وفق هذه المواصفات. ونحن نرجع إلى فقيه بهذه المواصفات. المدارس الأخرى تعرف أنه أيضا لديها رجوع، ولكن ليس على وفق هذه المواصفات، وإنما جمد عندهم الاجتهاد في وقت يعني مبكر جدا، وبقت هذه الفتاوى يعني التي هي حقيقة قبل كذا سنة، يعني مئات السنين ربما، وليس هناك من مستحدثات، وليس هناك من مواكبة للعصر. وهذا هو بالعكس أن يعني الدين الإسلامي دين يجري مع الأحداث ومع المعطيات ومع المتطورات المستجدات. ولكن الجمود على فتاوى أو آراء
قيلت قبل مئات السنين. هذا أعتقد يجمد من حركة الفقاهة وحركة التدين عند الإنسان، وبالتالي يستطيع أن يجتهد الإنسان إذا أراد أن يعني يحكم بحكم معين أو يعمل عمل معين، يصبح يعني المساحة واسعة أمام المجتهدين. ربما يأتي شخص معين بكيفية معينة ربما غير مؤهل للاجتهاد ليجتهد في هذه القضية، ليس هناك يعني ربما لديه أتباع أو يعني الحكام يأتون ولذلك هذا الفارق يعني حقيقة بين مؤسسة أهل البيت شكرا ومؤسسة لكم الدكتور نجرس المالكي الباحث والأكاديمي، شكرا على هذه الفيوضات. اللهم إنا نرغب إليك بدولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى سبيلك والقادة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. مشاهدينا الأكارم، إلى هنا انتهت هذه الحلقة من برنامجكم مفاهيم مهدوية. انتظرونا وحلقة قادمة بإذن الله تعالى، وهذه الحلقات المتسلسلة في القضية أو العقيدة المهدوية. دمتم برعاية الله وحفظه. شكرا.